احلى طعم شاورما، طعم كباب مش شاورما. شفتوا الكباب والتوميه يا بنات؟ تعالوا اوريكم عملتها ازاي. اقسم بالله اسهل طريقه واحلى من بره مليون مره، وشبعنا وكلنا وبصوا اتبسطنا جدا. وبره ليه اتكلف يعني كل واحد سندوتشين 300 جنيه؟ دي كلها على بعضها الاكله دي ما كلفتنيش حتى 120 جنيه. تعالوا اوريكم. اول حاجه جبت هنا الفلفل الرومي وقطعت منه حبه. تمام. قطعت منه حبه يا بنات، بصوا كده بالطريقه اللي هي الشرايح الطويله دي. وبعد كده رحت جايبه الطماطم قشرتها، هي طماطميه واحده بس عشان تديها طعم. قشرتها تمام لان انا عايزاها يعتبر زي المشوي كده تبقى ناشفه. تمام. بصوا قشرتها ورحت مقطعاها كده برضو زي الصوابع. وجبت بصلتين وقطعتهم كده شرايح. تمام. بصوا كده اقطعها كلها شرايح البصلتين. بس يا لهوي يا بنات على الطعم، يا لهوي اقسم بالله العظيم عمري ما عملت شاورما بالجمال ده. والله يا بنات ما عملت شاورما بالجمال ده في حياتي. تمام. قطعت كل البصل اهو. ودي طريقه كده كنت بقطع بيها البصل تاني عادي، تقطعيه شرايح وبعد كده تاخديه طويل 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 ورا بعض. تمام. طبعا بصوا هنا انا كنت خلاص بقى مش قادره، البصل خلاني عيطت. تمام يا بنات. وبعد كده اروح مقطعه حبه فلفل حراق. طبعا ده من ورق ادهم لاني ما كانش عايزني اكل حراق، وانا قلت الشاورما ما تحلاش غير بان انتي تحطي حبه فلفل حراق. جبت بقى البانيه ورحت برضو مقطعاه كده حاجات رفنوعه يا بنات. بصي حسب ما انتي تحبي تقطعيه. انا كنت جايبه كيلو بانيه. تمام. وحبه الخضار دول وعملت بيهم الشاورما كلها. بس عايزه اقول لكم يا بنات عملتها بطريقه حلوه قوي. معرفش انتوا ممكن تكونوا بتعملوها بالطريقه دي ولا لا، بس انا حبيت الطريقه وعملت توميه طعمها فظيع. ادهم طبعا بيعشق التوميه، ما كانش مصدق ان انا اعمل الاكل ده، والله يا بنات ما كان مصدق. تمام. قطعتها بقى كلها. نرجع للاكل عشان انا رغايه قوي. قطعت كده البانيه كله شرايح شرايح. هو كان كيلو بانيه ما شاء الله، كان كتير قوي. عمل لي تقريبا مش عارفه 8 سندوتشات مليانين بقى، 8 سندوتش مليان. تمام. بصوا كده قطعت. وهنا كنت بدي القط لان القط كان واقف. وبعد كده جبت توم باودر وبصل باودر وبابريكا وفلفل وكمون واتنين مرقه. تمام. وحبه خل علشان الزفاره. وبعد كده حطيت نقطه صغنونه زيت ورصيتهم كده يا بنات في الطاسه وهغطيها. وكل لما تاخد شويه كده او لسعه اروح مقلبيها، كل لما تاخد لسعه اروح مقلبيها. طبعا دقت طعمها كانت تحفه لاني حطيت التوابل. وبعد كده رحت حاطه البصل والفلفل والطماطم اللي انا قطعتهم. تمام. وبعد كده يا بنات بصوا رحت مقطعه عليها بقدونس. قطعت عليها بقدونس بعد ما استوت. قطعت عليها بقدونس، كان مديها طعم يا بنات. البقدونس طبعا انتوا عارفين بيدي الحاجات اللي هي شبه المشوي دي شويه طعم حلو يعني. المهم هنا بقى قلت اما اعمل الطوميه حطيت معلقتين بالظبط نشا كبار على نص كوبايه ميه. تمام يا بنات. وبعد كده رحت حاطه هنا زيت وزبادي، ربع كوبايه زيت وزبادي وتوم وخل. تمام. معلقه توم وخل. وبعد كده رحت قعدت كده اضرب فيه وحطيت معلقتين مايونيز. قعدت اضرب فيه. هكتب لكم المكونات يا بنات في اللايف اللي عايز يعمل التوميه. وبعد كده رحت جايبه النشا، كانت بردت لازم تبرد، رحت حطها وحاطه معلقه ملح وفضلت اضرب فيهم. لو طلعت معاكي التوميه تقيله خففيها بحبه لبن، لكن انا طلعت معايا مظبوطه وحطيت عليها زيت زيتون. وبصوا كانت تحفه. تعالوا بقى في السر اللي مخلي الشاورما شبه الكباب بالظبط. انا عملت فحميتين وحطيت عليهم معلقه سمنه ورحت كتماهم كده وقعدتها بالظبط زي 5 دقايق او 10 دقايق. كانت ريحتها يا بنات مشوي وفظيع. وجبت بقى العيش السوري ورحت حاطه على الجريل. اعمل كده واحط على الجريل، اعمل واحط على الجريل. عايزه تحطي عليها توميه ماشي، عايزه تعمليها ساده ماشي. واقسم بالله يا بنات كان طعمها فظيع. لازم تجربوها. اعملوا لي لايك عشان تعبت.